والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا كده على النبي في الكومنتات ويلا نشوف هنعمل ايه النهاردة، ونشوف الحماس اللي انا كنت بادئه بيه الفيديو والفرحة اللي انا كنت بعمل بيها والكارثة كده اللي هتحصل لي في نص الفيديو هوريها لكم. الحمد لله على كل حال. يلا تابعوا معايا كده الفيديو لغاية الآخر ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كلنا في حيرة كل يوم هناكل ايه النهاردة، اي حاجة. هنعمل ايه بكرة، اي حاجة. النهاردة بقى كان يوم مختلف لان بصراحة حازم هو اللي طلب مني ان هو عايز ياكل محشي وياكل ملوخية وحاجات كده، فريحني كتير. انا عندي ان الشخص يطلب بتريحني اكتر من ان انا اقعد افكر. انا بجد حسيت ان انا خلاص ما بقاش عندي افكار للاكل. المهم هو طلب مني الأكلة دي ونزلت اشتريت حاجات، وكان فيه بصراحة حاجات عندي. يعني البتنجان كان عندي، لكن نزلت جبت الكرنباية وجبت الفلفل وجبت الخضرة وجبت الكوسة. لقيت الكوسة دي عند الست متقورة، انتوا هتلاقوها لونها فاتح شوية، هي كانت مقشراها جامد من بره، لكن انا بصراحة لما بعملها بسيب كده سنة خضار، بقى بعملها بالمقوار كده فبيبقى فيها سنة كده خضار. لقيتها عندها يعني متقورة جاهزة، فبصراحة جبتها. قلت اول حاجة بقى اعملها ايه، كان لسه بدري يعني، فقلت ان انا هوضب الحاجات اللي معايا الاول قبل ما ابتدي الشغل يعني الكامل. فبدأت بقى ان انا قطعت كده الخضرة بتاعتي. بصوا، في اقاويل كتير ان الخضرة تتغسل الاول ولا تتقطع الاول وحاجات كده. بصراحة انا معرفش، بس انا بحب ان انا اقطعها الاول وبعد كده اغسلها. مش عارفة كده صح ولا لا، ياريت تعرفوني في الكومنتات، لان انا الحتة دي بتوه مني كتير. دايما بسمع ناس يعني بتتكلم عنها، بس انا ايه يعني مش فاهماها ومش عارفة ايه الصح فيها. اللي عارف كده يعرفني في الكومنتات ويقولي هو ايه بيتعمل قبل ايه يعني. المهم عملت كده الخضرة يعني قطعتها والكلام ده، وكنت قبلها قطفت الملوخية علشان تتغسل كويس وكمان تلحق تنشف كده براحتها. انا بحب اغسلها وتنشف كده براحتها، ما بحبش انا انشفها بفوطة او حاجة. مادام عندي وقت يعني ولسه بدري معايا. وتالت حاجة كده ان انا عملتها ان انا بنضف بقى الفلفل والبتنجان والحاجات اللي هي كانت معايا دي. البتنجان ده كانت ماما مديهولي، فكان معايا مثلا بقاله يومين 3 ومعرفش كان عند ماما قد ايه. المهم ان هو يعني مش طازة، يعني انا لسه جايباه النهارده وكده تمام، بس كان حلو وكان ناشف يعني، ما كانش طري ولا حاجة، ما كانش دبلان يعني. نضفت بقى الفلفل زي ما انتم شايفين كده، والحاجات كمان اللي طلعت من الراس بتاعته دي مش هنرميها يعني، هناخدها ممكن نقطعها تحت ممكن تحطوها كده يعني تحت الفلفل والبتنجان والحاجات دي مع طماطمايه وبصلايه. ممكن تحطوها في سلطة، يعني حرام ترموها، يعني بتبقى حاجات صغيرة كده كده متقطعة صغير. المهم انا بقى عملت ايه، قطعت كل الراس بتاعه البتنجان، وبعد كده مسكت كل مره واحده، وبعد كده مسكت كل البتنجان برضو مره واحده. بتبتدي كده ان انتي تطريه بايدك شويه علشان لما تقوريه يبقى ايه سهل معاكي في التقوير، ما يبقاش ناشف او كده. فبتمسكي البتنجانه كده وبايدك وعلى اي سطح كده بتبداي ايه تطريها كده شويه. كانت كل حاجه جاهزه معايا. جبت بقى البولة دي، حطيت فيها مية كده علشان كل اللي قوره احطه فيها على طول. تمام تمام. وصلنا لحد هنا. صلوا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم بقى اليوم كان ماشي حلو وكنت مبسوطة، وان انا بعمل حاجة كده هو قايل لي عليها. بصراحة يعني هو من الشخصيات السهلة في الاكل، يعني مش متأمر قوي في الاكل، يعني انا لا هاكل ده ومش هاكل ده وكده. وكمان احنا بنحب كتير الاكلات اللي في الفرن اكتر يعني من الطبيخ او المحاشي او الكلام ده. فان هو يطلب مني اكلة محشي دي كانت كبيرة قوي، يعني ان انا مش بعمل المحشي ده كل يوم بصراحة.
كنت فرحانة والله في بداية الفيديو كده وانا بعمله ومبسوطة وعندي طاقة كده ان انا اخلص. فالحمد لله الحمد لله على كل حال يعني. الطاقة دي راحت في اخر الفيديو بصراحة. خلصت بقى كل كده الحاجات اللي انا وريتها لكم، الفلفل والبتنجان والخضرة، وكانت الملوخية قبلهم، وكمان الكوسة انا زي ما قلت لكم كنت جايباها جاهزة يعني. ودلوقتي كده الكرومباية دي انا كنت جايباها، كانت ب25 جنيه تقريبا. المهم كانت حلوة وبصراحة وكانت بيضة. انا بحب الكرنب الابيض، ما بحبش الاخضر، معرفش ما بستطعموش، بحب الابيض ده قوي كده، بحس طعمه حلو، بحس ان هو خفيف كده ورقيق، يعني ايه مش ناشف كده. شلت اول حاجة الراس بتاعتها دي علشان هي اللي بتبقى ماسكة العروق كلها، علشان اعرف افصل الورق عن بعضه. وبعد كده شلت كام ورقة منها، وباقي الورق وباقي الكرنباية حطيتها زي ما هي في الحلة دي انا كنت حاطة فيها مية، وكنت حاطة فيها سنة كده من الكمون، سبتهم يغلوا ونزلت الكرنباية زي ما هي. انا مش عارفة المقطع ده بصراحة راح فين، بس انا خدتها زي ما هي كده ونزلتها في المية. تمام. كنت هنا بوريكم ان الماسك السيليكون ده احسن بكتير من اللي بيكون كله حديد. الحديد ده بحس ان انا وانا باجي اطلع بيه الحاجة بيكون مثلا بيقطعها او كده، لكن السيليكون ده بيبقى حلو جدا. يا ريت بس اي حد يعني بيجهز او كده يخلي باله من النقطة دي. انا كنت جايبة ده وده بصراحة، لكن في التعامل والكلام ده اكتشفت ان ده احسن. بقيت اطلع كده واحدة واحدة، وهنا كده كانت الكارثة. وانا بعمل الكرنباية لقيت انفجار حرفيا، مش تكسير يعني. انا ما حسيتش خالص بتكسير حاجات بتتكسر كده مثلا ورا بعض ولا حاجة، لأ، انا سمعت صوت بوم كده. بصوا حاجة كده، انا والله قلبي وقف وقتها. بصوا يعني اتخضيت. اول حاجة انا كنت واقفة في المطبخ. بصوا انا مصوره لكم كل حاجه بالترتيب بالظبط. انا كنت واقفه في المطبخ بعمل الكرومبايه، لقيت صوت الانفجار اللي بقول لكم عليه ده. بصوا اتخضيت والله. انا افتكرت يعني انا كنت واقفه لوحدي تمام، وبابايا انتوا عارفين ان هو عندي كان قاعد في الاوضه، ومودي كان قاعد معاه. انا بقى افتكرت ان مودي وقع حاجه عليه، كسر حاجه، في حاجه وقعت. بصوا يعني انا خفت، كل خوفي كان على مودي بصراحه. جريت كده عليه وبتاع، لقيته قاعد مع جده، ما يعني ما اتحركش من مكانه، اتخض بس بسبب الصوت. وبابا اتخض، وعايزه اقول لكم ان حماتي تحتيه يعني سمعت الصوت واتخضت هي كمان. كان صوت صعب جدا. بس المهم الازاز بتاع النيش كله وقع اتكسر. الحاجة دي برضو كانت حصلالي من فترة كده، انا برضو وريتها لكم في اول الفيديوهات بتاعتي، ان برضو رف من النيش كله وقع اتكسر. المرة دي بقى كان اصعب، خد حاجات اكتر بكتير. العيب كده كان في المفصلات اللي محطوطة، هي اللي اتقطمت يعني. الحمد لله على كل حال، الحمد لله ان هي ما جاتش في مودي، بس صدمة وزعل بصراحة. الحاجات غالية، الحاجات حلوة، جايباها بحب وانا بجهز لنفسي، فمفيش ولا طقم كامل يعني، مفيش ولا طقم دلوقتي حطيته كامل. تمام. انا شلت كل حاجة من النيش عموما، بس اللي مزعلني ان انا يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان هي ما جاتش ولا فيا ولا في مودي ولا في بابا. احنا كلنا كنا في البيت، فالحمد لله رب العالمين. مش عايزة بقى اتأخر عليكم في الفيديو. انا هنا كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل التسبيكة بتاعة المحشي. حطيت زيت وحطيت بصلاية، اول ما دبلت نزلت عليها بالطماطم. اول ما الطماطم كده اتسبكت معايا حطيت التوابل. بحب اتبل الطماطم الاول. حطيت ملح، فلفل اسود، كمون، ملح وفلفل اسود وكمون ونعناع كمان، وممكن لو عندكم كزبرة تحطوه. تمام. بحب بقى ان انا احط نص الخضرة بتاعتي في الطماطم، والنص التاني بعد ما بحط الرز. يعني انا الترتيب بتاعي اللي انا عملته، حطيت زيت، بصل، توابل،
بعد كده الطماطم يعني بتاعتي، وحطيت عليها نص الخضرة، وبعد كده حطيت الرز، وبعد كده حطيت النص التاني من الخضرة، وبس كده. وهنا كده انا كنت خرطت الملوخية خلاص، وهبدأ ان انا احشي. عايزة اقول لكم ان الحاجات اللي جت بعد التكسير دي جت ببطء شديد جدا وبزعل شديد جدا. يعني انا اتأخرت فيها. جوزي طبعا كلمني في التليفون ولقاني متضايقة وكده، بصراحة جالي على طول، ساب الشغل يعني وجه. فانا ما فتحتش النيش، انا خفت افتح النيش لان هو اتكسر جوه النيش، فانا خفت افتحه الحاجات تقع او كده، وكان مودي معايا. فانا قلت له بص انا سايبه كل حاجه لما تيجي تعملها. وفعلا هو لما جه شايل كل الازاز، وكان في رف واحد بس كده يعني شاله كمان، والحمد لله يعني تمام. جه بقى كنت ليا نفس، قلت له بص خلاص انا مش هكمل الاكل ومش عارفه ايه، اطلب لنا اي حاجه او انا هعمل اي حاجه خفيفه. انا ماليش نفس اكمل. مع ان انا كنت باديه اليوم بقى ان انا كنت فرحانه ان هو طالب مني بصراحه حاجه وانا عايزه اعملها له وكده. فقال لي لا وما تتضايقيش وكلها حاجات فاضيه والحمد لله. يعني صبرني شويه، انا كنت مصدومه ساعتها. لكن لما فقت من الصدمه دي بحمد ربنا جدا ان مودي ما كانش جنب النيش، ان ما حصلش حاجه اكبر من كده. فالواحد بس بيبقى في الصدمه كده مش عارف بس يجمع اشياءه ويجمع افكاره. المهم قال لي لا يلا وهساعدك واقف معاكي في المطبخ ويلا نساعد بعض ومش عارفه ايه. وفعلا والله وقف معايا وساعدني. يعني انا مثلا المحشي ده انا عملت كام واحده كده وهو ساعدني في الباقي، وهتشوفوه يعني هو هيساعدني في كام حاجه كمان. فربنا يا رب يبارك فيه ويرزقه كده ويكرمه ان شاء الله، ويجازيه عنا كل خير يا رب. هنا كده بقى هو كان واقف جنبي وعمال اقول له شايف انا بلف المحشي شايف انا بلف المحشي صغير ازاي انا ما بحبش ابدا ابدا المحشي الكبير، ما بعرف شكله، يعني شكله كده والله كلها نعمة ربنا والحمد لله على كل حال. ومحدش يعني هيتنمر او ينقم النعمة يعني. لكن هي بتبقى نفس، يعني الاكل ده عموما نفس. انا المحشي اللي بيكون معمول كبير قوي ده ما بعرفش اشوفه وما بعرفش شكله بصراحة. انا كل لفي للمحشي اذا كان ده او الورق العنب انا بحب الفه صغير خالص. بتبقى الواحدة انتوا شايفين انا حطيت لكم واحدة كده على صوابعي، هي مش مكملة صوابعي، انا صوابعي صغيرة اصلا فهي مش مكملة صوابعي والله. المحشي الصغنون ده هو بيكون احلى حاجة كده وبيكون لذيذ جدا كده. ان انا خلصت كل الحشو اللي انا عايزة احشيه، الفلفل والبتنجان والكرنب وكمان الكوسة. حبيت ان انا احط كل حاجة لوحدها علشان بس ايه كل واحد يستوي براحته. يعني الحاجات اللي بتستوي شبه بعض بحب احطها مع بعض بصراحة. حطيت بقى ايه في الارضية لما انا كنت بعمل الايه بسلق الكرنب، نسيت كام واحدة كده من الربكة اللي حصلت لي، فرحت قطعتهم كده صغير وحطيتهم من تحت بصراحة. لكن انا في العادي بحب اقطع مثلا بصلاية وطماطماية وفلفل والكلام ده وبحب احطه من تحت. هنا كده انا كان معايا شوربة حاطة فيها طماطم وحاطة فيها زيت وحاطة فيها توابل، وبدأت ان انا اشرب بيها المحشي اللي معايا. تمام. ممكن بقى تشربوه باي شوربة بتاعتكم بقى، بط بقى لحمة يعني براحتكم. كمان انا قبل ما احط الشوربة دي حطيت على الوش كده رشة من الزيت في كل حلة. ماما كانت دايما تقولي او ماما دايما يعني بتقولي ان رشة الزيت دي بتخلي كده المحشي بتاعنا بيلمع وبيبقى حلو. فانا حطيت رشة الزيت كده، وكمان حطيت الشوربة بالطماطم بالتوابل وحطيتهم على النار وغطيتهم وسبتهم. اول ما يتشربوا هوطي عليهم. هنا بقى كنا بنعمل ايه، كنت هعمل جنب المحشي ده قلت اعمل حاجة خفيفة فعملت بانيه. حطيت بصلاية عليها علبة زبادي وعليها بقى التوابل بتاعتي، ملح فلفل اسود، سنة كده صغيرة خالص من الكمون، حطيت توم باودر بصل باودر بهارات البانيه،
وكاري وكركم وبس كده. وحطيت دلوقتي شوية من الخل وهقلب كل الكلام ده، وهحط البانيه بتاعي فيه شوية كده لغاية لما يتشرب كده التتبيلة. انا ما سبتوش كتير بصراحة لان انا كنت بعمله خلاص في اخر لحظة، بس انتوا لو سبتوه في التتبيلة دي يعني سيبوه براحتكم. المهم هنا كده انا نسيت حاجة وافتكرتها واحنا بناكل، تمام، بس انا ما حسيتش بصراحة بفرق كبير فيها، معرفش يعني. ان انتوا كنتوا المفروض تكسروا مثلا بضاية على البانيه ده، بتكسروا عليه بضاية وبعد كده بتحطوه في الدقيق والبقسماط او الفيجيتار او اي حاجة انتوا هتحطوه فيها يعني البودر بتاعكم. انا نسيت احط البضاية دي، انا كان عندي وكنت مجهزاها بس انا نسيتها بصراحة، تمام. بس بصراحة ما حسيتش بأي فرق في الطعم، أنا حسيت طعمه حلو عادي يعني. كلناه بص شكله جميل ازاي والله، وكان طعمه لذيذ جدا. فأنا بس بقيت أشيل التتبيلة كده من عليه علشان الدقيق والبقسماط يمسك فيه كويس، وحمرته تمام. وهنا كده كان حازم بيعمل الطشة بتاعة الملوخية. عمل ايه التومة طبعا بالكزبرة يعني والكلام ده، واول ما بتصفر اهو حطينا الكزبرة، توم بملح بالكزبرة، وبنسيبهم كده في السمنة يصفروا وهنتشوا على طول على الملوخية. بصوا مش عايزة اقول لكم على قد الزعل اللي انا كنت فيه، بس بصراحة الاكل والله طلع لذيذ جدا، وان في حد يقف معاكي ويساعدك وخلاص بقى ينسيك اللي انت فيه، بجد بتبقى ايه الحاجة كويسة كده. هنا كده انا كنت قفلت طبعا على الكوسة والمحشي ده في الاول، وبعد كده المحشي كرنب بعديه كده ب10 دقايق مثلا قفلت عليه، عشان كده انا بحب احط كل حاجة لوحدها. والبانيه كان خلص والملوخية كمان كانت خلصت، وبس ابتديت بقى ان انا اغرف الاطباق. وبصوا بقدونس في كل حتة، انا حبيت بس احط بقدونس على الكوسة لان انا حسيتها بيضة قوي، معرفش حسيتها بطاطس في نفسها. حطيت كده عليها شوية بقدونس، لقيت بقى البقدونس راح في كل حتة، بقدونس everywhere، احنا بنحب البقدونس قوي يعني. بس كده يبقى الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وادعوا لي دعوة حلوة كده في الكومنتات، ومتنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.